البطاقة الحمراء اليوم لن أشهرها، حشمت، استحيت أني نشهر البطاقة الحمراء، وأردت اليوم أن أضع إسقاط على ما يحدث في البطولة الوطنية. في وقت احنا هنا ما زالت الناس ما على بالهاش وين تلعب، ما عندهاش ملاعب، نضربوا على شكون يقعد في الجنوب أو في المدرج الجنوبي في ملعب 5 شوية منعرج، شكون يقعد في المدرج أو المنعرج الشمالي. الناس راهي تتطور وراهم جيراننا ما همش بعاد علينا كثير. شاهدوا والله نغيروا برك، احنا ما راناش نحسدوا، ولكن ماذا بينا نلحقوا هادو. اقسم بالله 2000 ما نلحقوهمش، والله 2000 ما نلحقوهم. لا ان شاء الله نلحقوهم ان شاء الله ان شاء الله نتمناو. معليش لا لا، ربي يحب الخير للعباد وكاع اللي خلقهم، بصح ربي ولا ربي شافك معوج ما تحبش تخدم يخليك هكذاك. ماشي انتم ربي كل حاجه ربي كي خلق العباد يحب لهم الخير، بصح حنا اللي رانا معوجين. انت كيفاش تلحق تولي هكذا؟ لازم لو جور وين لي سيبورتور يولي ما عندوش دروا يدخل للتيران يسب البريزيدون، ما عندوش دروا يدخل للتيران يهاجم على لونترينور كي يكون يهضر. لونترينور كي يدير تكون عنده شخصيه تاع الصح، شخصيه ماشي تاع الكذب. يجيبوا له لاعبين ويحطوه ويستنى هكذا يولي ماشي كاع حاجه كالكوزا. ما كاش سيرتان كلوب عندهم دي بريزيدون، سيرتان كلوب لا عيب اقسم بالله غير عيب. لازم تكون محاسبه ويتبعوا الناس هذوما، سي با نورمال. صح شكون بالك الناس يتطور، وحنا رانا نولوا اللور. الناس تبني دي سونت اخويا نتايا 200 مليار في العام تصرفهم صندوق علمو ما عندكش، سي با نورمال. صد مشكله صعبه. علاش؟ باسكو يخافوا من لي سيبورتور. انا خويا نخرج انا رئيس فريق، نخرج نقول لهم فوالا انا هذا العام الجاي ما نلعبش على لي تيتر، انا عندي مشروع ليون نهرب من الوسط تاعهم. والله واش قال لهم؟ قال لهم خويا ما تسناوناش لي جوار، ما نجيب حتى جوار، عندي ملعب نخدمه نولي ندخل دراهم. دار لهم دوكا ملعب، بنى لهم ملعب ليون دوكا يقدروا يجيبوا لاعبين، يقدروا دوكا يعاودوا يسترجعوا فرق. يروحوا ريال مدريد راهم يجيبوا لي جوار، يجيبوا واحد زوج في العام. ريال مدريد احسن نادي في العالم، لهذا علاش قلت لك وراه يتطور من عام الى عام. وبعد الملاعب الجواريه اللي عندهم تصوروا اين وصلوا اليوم. هذا الاسبوع دير على الاقل تعاند في مراكز في ملاعب. الان راح يكون عنده ملعب خاص به، الدوله تبنيه كما دارت ليون في فرنسا. باريس سان جيرمان ما عندهمش ملعب تاعهم، راح يبني واحد، راح يديروا ملعب وعطاو التوقيت وقتاش يخلص. قبل ما نروحوا اعطينا صور الملعب هذا اللي راح يكون ل 42,000 متفرج، مع امكانيه اضافه هاو الملعب في اونتروادي. هذا الملعب الرائع لهذا الملعب الجديد بقياده الرئيس المغربي لقجع. شوفوا الناس كيفاش راهي تتطور، كيفاش راهي تعمل، كيفاش راهي تخمم على بلادها، لانه هذا عمل لصالح الوطن ايضا. لما يولي عندك ملعب بحجم هذا الملعب الرائع اللي تم تصميمه هكذا اونتروادي، لكن راح تشاهدوه بعد مده زمنيه محدده. خلينا نكملوا نشوفوا الملعب هذا اللي راح تشوفوه بعد مده زمنيه محدده. عندما تنتهي سيدي المخرج قل لي باش لي فيستير الداخل كيفاش راح يكونوا. لا صال دو سبور، لي صال مش لا صال، قاعات تاع تقويه العضلات. 42,400 يرفد هذا الملعب. لما نحكيو على الامور اللي كاين لي تيران دو بروكسيميتي اللي كاين تما، المرافق، فندق، كاين امور كثيره في هذا الملعب الجديد. كيفاش الناس راهي تتطور، وحنا ماذا بينا على الاقل نحاولوا كيفاش ناخذوا ولو 10% من هاد الناس اللي راهم ماهمش بعاد علينا. وماهوش عيب اننا نديروا توأمه، نديروا على الاقل كوبي كولي، ما نتفلسفوش يا سيدي، نديروا كيما راهم يديروا، نحاولوا كيفاش نديروا. زيد عندك صور بدايه الحفر، خلينا نشوفوها. نعم، بدايه حفر بداو لي زونجا يخدموا من اللحظه اللي عنوا فيها على هذا الملعب الرائع. علي بن شيخ، امور مثل هذه نتمنى نكونوا عايشين ونشوفوها في نوادينا الجزائريه، لما لا؟ ان شاء الله هذا واش نتمنى. على كل حال انا كي نشوف هكذا تغيضني عمري، والله سانسيرمون غير تغيضني عمري. الناس وين ملاحقين، ما تنساش هذا فوتبالور لعبنا كيف لعبنا ضد ولعبنا كلش كيف. شوف هو وين راه وشوف احنا لي فوتبالور وين راهم. هذه بريمير ريمارك. ثانيا الملعب ما عندي ما نقول واش المشروع هذا مشروع روعه، ولكن هذا حتى شاور لي سيبورتور، جاو ليه لي سيبورتور قالوا له ما ديرش المشروع هذا ماهوش مليح وكذا، وخاف وكذا. احنا لو كان دير مشروع هكذا يجيو لي سيبورتور يدخلوها، مازال ما فهمت انت. هما لم يحكموا في الفوتبول، كيفاش تحب يمشي احنا الفوتبول؟ ماشي كاع لي سيبورتور حاجه، مي توجور اون بارتي اللي راهي تحكم في البالون. شوف الناس وين لعقت يا اخي، ماشي كاع نقولوا لونجلترا عندهم تقاليد فوتبول صح، عندهم اكثر من القرن، ولا مش عارف، ولا السعوديه عندهم الاموال، ولا سطاد ديالهم كلوب بيان اورغانيزي. علاش شاك فوا نتايا تمد ليكزومبل بهم؟
قلت لك هما ممكن مارسي ما عندهمش واش عندهم هادو. صح. الله ما تزيدش تمثل بهذا، تمثلوش بهم. شوف ذاك الملعب هما يشوفوه لبعيد، لومبران تاعو دارها خلاص. هذا الملعب يولي يدخلهم العجب، باسكو لي بوتيك لي ماغازان لي كدا فندق كاين اوتيل فيه كلش العجب. ولوبجيكتيف تاعهم قلتها انت بيان، ولا ما داوش كوب دي موند في هادو ما يديوها في هذا الملعب، بهذا الملعب، ولا ما داوهاش في هذه العوام اللي كاين يديوها بهذا الملعب. هم الاوبجيكتيف تاعهم توجور نروح بعيد، نحوس وين نافونسي. احنا مازال دبزه على لي سيبورتر، واحد يقول له نقعد منا الاخر يقعد منا. انا بعاد لا حتى ما النوادي راناش ماشي بعد لا حتى التسيير تاع النوادي ايضا ما نحسبوش غير على لي سيبورتور. اعطيك مثال فقط تعبنا منا، حتى لي بريزيدون كلوب تاعنا التسيير تاع كره القدم لازم له ثوره. محمد قاسي سعيد ان بريزيدون كيجيب لك دي اللي ما يلعبوش كامل، ما يلعبوش، وواحد يحوس غير على الاربيتراج كيفاش باش يعاونني باش نربح الماتش. الناس راهي في عالم وحنا رانا في عالم مش يحدث في القسم الثاني من تلاعبات، يعني حاجه ما يعني في بلاصتها. مثل هذه الامور نحبذ على الاقل نكونوا على قيد الحياه ونشوفوها في نوادينا الجزائريه بصفه عامه. والله غير ماذا بينا رضوان، احنا كجزائريين نحبوا كل خير لبلادنا، ماذا بينا الفرق ديالنا نشوفوا ملاعب هكذا مرافق. انت اليوم تحكي على ملعب، احنا الناس الجماعه وين وطريني وما كاش والله رحت بعيد. صح تشوف شباب الوزداد. السلام عليكم واهلا بكم اعزائي متابعينا على قناتنا على اليوتيوب. دايما ثمرة الجهد وثمرة العرق وثمرة التعب والخطط الاستراتيجية اللي بيعملها المغرب عشان يستعد لي كان 2025 أو بطولة كأس العالم 2030. دايما الإعلام الجزائري بيشكك في قدرة المغرب على استضافة كان 2025، ودايما بيتكلم في مواضيع خاصة بملاعب كرة القدم. لكن انا بقول لكم بان المغرب والحاجة الكويسة اللي فيه، فاحنا بنتكلم في ان اللجنة المنظمة لكأس افريقيا اللي هتستضيفها المغرب اختارت 9 ملاعب في 6 مدن مختلفة لاستضافة نهائيات بطولة كأس افريقيا في ديسمبر المقبل. الاعلام الجزائري بيقارن بين ملعب نيلسون مانديلا اللي يعتبر اكبر ملعب في الجزائر وملاعب المغرب. هنشوف القصة ماشية ازاي في المغرب وايه الملاعب اللي المغرب هتعملها عشان تعرفوا بان المغرب قادرة على تنظيم كأس العالم لوحدها، مش كأس افريقيا او كأس العالم بالمشاركة مع اسبانيا والبرتغال. اللجنة المنظمة لكأس افريقيا في المغرب اختارت 4 ملاعب في الرباط في العاصمة، وهيقام في الملعب المركب الرياضي في الامير مولاي عبد الله اللي بيسعى لأكثر من 70,000 مشجع. هيستضيف المباراة الافتتاحية ونصف النهائي إلى جانب الملعب المجدد في طنجة. احنا عندنا في ملعب في مدينة طنجة تم تجديده، وملعب محمد الخامس في الدار البيضاء هيستضيف المباراة النهائية لما أقيمت البطولة دي قبل كده سنة 1988. لكن المقرر ان يستضيف ربع النهائي فقط هذه المرة اللي هو ملعب محمد الخامس الى جانب ملاعب اجادير وفاس ومراكش. البطولة افريقيا اللي بيعتمد موتسيبي وقال تصريحات مهمة جدا رئيس الكاف ان المغرب قادرة على استضافة واستيعاب اي عدد من المنتخبات، وانه على يقين بان المغرب تقدر تنظم كان او بطولة افريقيا يتحاكى عنها الجميع. البطولة بتضم 24 فريق، هيكون في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026. المغرب المشارك في كأس العالم مع اسبانيا والبرتغال
واخد بطولة الأمم الإفريقية بطولة تحضيرية لكأس العالم، عشان كده هتشوفوا بطولة محترمة. واحنا عارفين طبعا ان التخطيط لبناء ملعب بيتسع ل115 ألف مشجع في مدينة الدار البيضاء، والمفاجأة في الانتهاء من الإشغالات بتاعه. المفروض انها تنتهي إشغالاته في 2027، لكن أنا بقول لكم على نهاية عام 2026 هيكون الملعب خلص. وده الأمل الكبير جدا للمغرب في إنه ياخد المباراة النهائية أو ياخد المباراة الافتتاحية. الحكومة المغربية بقى قالوا إن الملعب ده هيكلف 500 مليون دولار تجديد الملاعب، وده اللي شغال عليه المغرب حاليا واللجان المنظمة سواء في بطولة أفريقيا الكان أو اللجنة الخاصة بكأس العالم 2030. تجديد الملاعب في الرباط وطنجة قبل كأس الأفريقية، وده خلاص خلصت، تم تجديد الملاعب. والمغرب هيحدث ملاعب في أغادير وفاس ومراكش برضو، هي مدن مرشحة لاستضافة كأس العالم 2030. يبقى احنا عندنا في الرباط ملعب مولاي عبد الله هيستضيف 7 مباريات في بطولة الأمم الإفريقية، منها النصف النهائي وممكن النهائي. ملعب مولاي الحسن هيخصص ل4 مباريات. ملعب البريد 4 مباريات. الملعب الأولمبي في الرباط هيحتضن 3 مباريات. الدار البيضاء ملعب محمد الخامس، وده هيستضيف 8 مباريات، ودي هتكون مباريات الترتيب، يعني في المجموعات هتشوف الترتيب الأول والثاني والمباريات هتلعب مع بعض. هيبقى ملعب الدار البيضاء من ضمنهم. فاس ملعب فاس الكبير هياخد 4 مباريات. طنجة الكبير هيستضيف 6 مباريات، منها مباراة في نصف النهائي. مراكش ملعب مراكش الكبير هيشهد 8 مباريات، وأكثر الملاعب نشاطا في البطولة هو ملعب مراكش. أكادير هيستضيف 8 مباريات، وهيكون مسرح لمباريات مهمة جدا ملعب أكادير طبقا للجنة المنظمة. يبقى أنا قلت لكم على مجموعة المباريات، قلت لكم إزاي المغرب موزع المباريات على الملاعب عشان تعرفوا الناس دي شغالة وعارفين هما بيعملوا إيه من قبل بداية البطولة ب5 أو 6 شهور. دي خطة المغرب عشان يوفر تجربة مهمة جدا للجماهير اللي هتحضر. هيبقى فيه طبعا كمية جماهير كبيرة جدا جدا هتيجي تحضر تشجع منتخبات بلادها، وهيكون كل شيء متاح وعلى الرحب والسعة لكل الجماهير بكل انتماءاتها وبأي ألوانها وبأي جنسية. اللي هيجي هيستمتع، هيشوف كرة قدم بجد، هيستمتع بالإقامة ودي المهم، هيستمتع بالسياحة ودي الأهم، إن أنت تقدر تلف في المغرب وتشوف حلاوة المغرب وجمال مدن المغرب. كل الكلام ده متاح في بطولة أفريقيا. الجماهير اللي هتحضر هذه البطولة المميزة، بطولة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هي فرصة كبيرة جدا المغرب بيستغلها عشان يوري لكل الإعلام. هاتلي بقى الإعلام كله، مصري، تونسي، جزائري، غيره، حتى الإعلام الأوروبي المغرب هيوري له إن البنية التحتية الخاصة بيه المتميزة جدا جدا، واللي مخلية المغرب إلى الآن في مكانة رياضية عالمية محترمة جدا جدا جدا. كأس أفريقيا 2025 نسخة هتكون للتاريخ، ده بناء على اللي أنا بسمعه من اللجنة المنظمة في المغرب وغيرهم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس، عندي أخبار وحصريات وكواليس.
وقبل ما ننتهي هنقول لكم على الكواليس، لان طبعا خلاص العلاوي نجم المنتخب الشباب رضا العلاوي متوسط ميدان نادي الفتح الشباب انتقل رسميا الى نادي هال سيتي. كل التوفيق لاحبائنا في المغرب وشبابنا في المغرب، ونتمنى التوفيق لمنتخب المغرب للشباب في مباراته امام جنوب افريقيا ويفوز بكأس افريقيا المقامة في مصر. متنسوش تعملوا لايك في الفيديو، اشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، وحياتي الى شعب المغرب الشقيق المحترم صاحب القلب النظيف.